أكيد كلنا بيكون كده عندنا في دواليبنا حاجات ملهاش أي استخدام خالص، راكنها كده في جنب ولا بنستخدمها ولا حتى كمان بنطلعها. طب ما تيجوا النهارده بقى نستفاد بيها ونعمل منها أفكار حلوة جدا. كان عندي هنا بقى كده بروفر قديم هبتدي إن أنا أجيبه. كل بس اللي إحنا هنعمله فيه إن أنا أول حاجة بس هشيل منه جميع الأجزاء كده اللي هو الكمام بقى والجزء اللي بيكون تحت وكمان الجزء اللي بيكون فوق. وبعد كده بقى هفتح القماشة بتاعتي بالشكل ده. حطوا بقى كده لايك جميل زيكم، وكمان انزلوا كده في الكومنتات اكتبوا لي عايزين نعمل افكار لايه مع بعض الفتره الجايه، وكمان دعواتكم ليا لان ده اكيد طبعا واضح جدا ان انا تعبانه وكمان برضو ما بنزلش فيديوهات كتير. هنا بقى ممكن جدا ان انا استخدم ابره وخيط او حتى كمان كده المسدس بتاعي، مفيش مشكله خالص، الاتنين حلوين جدا. اطلع بس كده الشمع بره علشان ما يبانش خالص ان انا طبعا مستخدمه المسدس، وطبعا لازم يكون الشمع بتاعنا سخن جدا. عندي هنا بقى الشنط بتاعة المحلات دي برضو هبتدي ان انا اجيبها وبرضو هستغلها. وزي ما احنا شايفين اول حاجة هبتدي بس ان انا افتح الشنطة بتاعتي من ناحية تحت بالشكل ده. ممكن طبعا نستخدم اي لون، اهم حاجة بس تكون الالوان بتاعتنا لايقة على بعضها. وبعد كده هدخل بقى الجزء بتاع طبعا القماشة بتاعتنا في الشنطة بتاعتنا بالشكل ده. كده احنا فتحنا الشنطة بتاعتنا. طيب بعد كده بقى هعمل ايه؟ كل بس اللي احنا هنعمله بعد كده ان انا اول حاجة هعملها هبتدي بقى ان انا اشيل هنا جزء كده على شكل مثلث بالطريقة دي من الناحية دي، وكمان برضو جزء برضو من الناحية التانية. الاتنين طبعا هيكونوا نفس المقاس. وبعد كده ممكن بقى هنا برضو ان انا استخدم ابرة وخيط او حتى مسدس، بس انا حبيت هنا بقى ان انا استخدم الابرة والخيط علشان طبعا تكون متينة اكتر واكتر، وكمان برضو تكون ثابتة معايا جدا بعد كده. هنا بقى هبتدي انا احط الشمع بتاعي، وبعد كده هثبت بقى القماشة بتاعتي او الكيس بتاعي في القماشة نفسها. نقلب بقى دلوقتي الجزئين دول، وزي ما احنا شايفين مع بعض كده بقى احنا عملنا بطانة جوه بالطريقة دي. ده هيكون الشكل بتاعنا لحد دلوقتي. بعد كده هبتدي انا اجيب قطعة قماش جينز برضو من بنطلون جينز قديم كان عندي، وكل بس اللي احنا هنعمله فيه ان انا هفتحها بالشكل ده. وبعد كده هبتدي بقى دلوقتي ان انا اثبتها بالطريقة دي. وبعد ما خلاص ثبتناها والدنيا كلها تمام، هبتدي بس ان انا اتنيها هنا تانية بسيطة جدا علشان تكون مظبوطة معايا، وبالابرة والخيط بقى، وابتدي برضو ان انا اخيطها بالشكل ده. اي حاجة طبعا بتنفع ان احنا نستخدم فيها المسدس بستخدم على طول المسدس. في حاجات طبعا ما بتنفعش خالص ان انا استخدم فيها المسدس علشان محتاجة ان هي تكون متينة جدا جدا، فبستخدم بقى الابرة والخيط. عندنا بقى مكنة يبقى حلو طبعا. هاجي بقى هنا فوق كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وهبتدي بقى ان انا اعمل تانية بسيطة جدا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، تعتبر كده اقل من سنتي كمان. وبعد كده بقى هجيب الاسكوتش ده وبيتباع في المحلات بتاعة ادوات الخياطة، ورخيص جدا مش غالي خالص، وفي منه اللون ده وفي منه كمان طبعا اللون الابيض. هثبت بقى الاسكوتش بتاعي بالشكل ده ناحية جوه، وبعد كده هبتدي برضو ان انا احط كده شمع فوقه علشان يمسك طبعا في الجزء بتاع الجنس اللي احنا عاملينه مع بعض. نضغط بقى بايدينا كويس جدا علشان نضمن ان هي هتكون ثابتة معانا جدا. وده هيكون شكلها بتفتح وتقفل بمنتهى السهولة. حابين برضو نستخدم سوسته مفيش مشكلة، بس على فكرة الاسكوتش هيكون حلو قوي. هنا بقى برضو هبتدي ان انا اعمل تانية بسيطة بالشكل ده برضو بالمسدس بتاعنا. وزي ما احنا شايفين مع بعض مش باينة ولا اي حاجة، ولا حتى كمان هتفك بعد كده، لان طبعا الشمع بيمسك كويس جدا جدا في القماش، وبالذات بقى لو كانت فوطة او حتى كمان قماش صوف. ده بقى كان حبل كده عندي غسيل، كل اللي احنا هنعمله فيه ان انا هبتدي بس ان انا اضفره بالشكل ده. وبعد ما خلاص بقى ضفرناه والدنيا كلها تمام، هاجي هنا من فوق كده على الجزء ده، وكل اللي هنعمله بقى هبتدي ان انا اثبت طبعا الحبل بتاعي بالشكل ده علشان تديها شكل احلى واحلى. هنزل برضو تحت برضو بنفس الطريقة، وهبتدي ان انا احط طبعا الحبل بتاعي. نجيب بقى البنطلون بتاعنا، وكل بقى اللي احنا هنعمله هنا ان احنا هناخد منه كده اجزاء. البناطيل دي بقى بتكون طبعا بايظة كده من عند الرجلين او حتى كمان من عند الحجر، فطبعا مفيش حد خالص هيستخدمها، واحنا برضو مش هينفع نستخدمها. هعمل بس هنا تانية بسيطة بالشكل ده، هتكون بس تانية جوه تانية علشان تكون شكلها حلو معانا بعد كده. كده خلاص تنينا الجزء ده، هبتدي برضو ان انا اروح الناحية التانية واقفل بقى الجزء التاني كده عليه، فهتديني شكل حلو قوي، وكمان مش هتبان خالص ان احنا عاملينها بالمسدس او اي حاجة. انا بوريك الخطوات بالشمع، وممكن جدا لو انت حابة تستخدمي ابرة وخيط او مكنة ممكن طبعا تنفذي كل ده بالابرة والخيط. ده هيكون بقى شكلها لحد دلوقتي. دي بقى طبعا هتكون ايد الشنطة. كل بقى اللي احنا هنعمله فيها هنا ان انا هبتدي بقى ان انا اثبتها، وهنا برضو هثبتها بالابرة والخيط علشان تكون ماسكة كويس جدا، ومن تحت برضو بنفس الطريقة هبتدي انا اخيطها.
وده هيكون شكلها بعد ما خلاص خيطناها والدنيا كلها تمام. هاجي بقى هنا من فوق وهبتدي بس ان انا اعمل فتحات بسيطة كده ما بين كده كل واحدة وواحدة تقريبا كده 3 سنتي أو 5 سنتي مش أكتر من كده. وبعد كده هبتدي بقى إن أنا أدخل برضو الحبل بتاعنا، برضو عملت ضفيرة وهبتدي أدخله بالطريقة دي، وأجيب بقى السكوتش بتاعي وهبتدي أنا أثبته من ناحية فوق علشان طبعا نقفل الشنطة من فوق. هثبت كده طبعا الشمع بتاعي وبعد كده هبتدي إن أنا أثبتها بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف شنطتنا كده من جوه تكون عامله ازاي. طبعا بتفتح وتقفل من بره وكمان برضو من جوه عملت هنا سكوتش علشان يكون شكلها احلى واحلى، وكمان تكون برضو محافظه على كل حاجه نحطها جواها. الحبل ده بقى هربطه كده على شكل فيونكة، وزي ما احنا شايفين مع بعض عملنا شنطه حلوه جدا وكمان بسيطه قوي. وده طبعا برضو شكلها وهي ملبوسة شكلها حلو قوي زي ما احنا شايفين مع بعض، الالوان كمان متناسقة جدا مع بعضها. ودي كانت اول فكرة عندنا النهاردة. حطوا كده لايك جميل زيكم. تعالوا بقى دلوقتي بينا نروح لتاني فكرة عندنا النهاردة. وتاني بقى فكرة عندي النهاردة هستخدم فيها كده أي بنطلون جينز كده يكون قديم عندنا. كل بس اللي احنا هنعمله هبتدي ناخد كده جزء من تحت، هشيل بس برضو الجزء اللي هيكون بايظ من تحت كده عند الرجلين، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اشتغل بيه بمنتهى السهولة. قست هنا المقاس اللي انا محتاجاه اللي هو هيكون حوالي كده 20 سنتي او حاجة مش اكتر من كده. وطبعا المقاس ده ممكن طبعا نكبره او نصغره مفيش مشكلة خالص. هاجي بقى هنا من الجنب وكل اللي احنا هنعمله هبتدي بس ان انا اقطع كده قطعة بسيطة بالشكل ده. وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجيب المسدس بتاعي، وطبعا ممكن جدا نستخدم برضو ابرة وخيط مفيش مشكلة خالص. كل بقى الشمع اللي عندي ده هبتدي اطلعه ناحية بره علشان تكون مظبوطة عندنا ومش مكلكعة خالص. زي ما احنا شايفين ده كل الشمع اللي طلع عندنا. وهاجي بقى هنا وكل اللي احنا هنعمله بقى في الجزء ده هبتدي انا احط كده خط رفيع بس من الشمع، وبعد كده هعمل تانية بسيطة في الجزء طبعا اللي احنا قطعناه مع بعض. طيب بعد ما خلاص بقى عملنا الجزء ده والدنيا كلها تمام، هبتدي برضو نروح الناحية التانية وهقلب بقى القماشة بتاعتي او رجلي بقى البنطلون بتاعتنا، وهبتدي برضو ان انا احط كده خط من الشمع، وبرضو بنفس الطريقة هبتدي ان انا برضو اتني تانية بسيطة جدا بالشكل ده. وبقول تاني لو حابين طبعا نشتغل بالإبرة والخيط مفيش مشكلة خالص. زي ما احنا شايفين بقى دلوقتي هبتدي بس ان انا اظبطها كده معايا. وهاجي بقى هنا دلوقتي شايفين الجزء ده كل بس اللي احنا هنعمله فيه ان انا برضو هبتدي انا احط كده الشمع بتاعي، وهبتدي برضو ان انا ادخل الجزء ده ناحية جوه بالطريقة دي. وبعد ما خلاص بقى عملناها وكمان قلبناها ده هيكون شكلها. كل بقى اللي احنا هنعمله هنا ان انا هبتدي ان انا اجي هنا، وكل بس اللي انا هعمله في الجزء ده ان انا هحدد بس لنفسي كده جزء عشان همشي عليه. هعلم نفسي هنا علامة، وكمان برضو هروح الناحية التانية وبرضو بنفس الطريقة هبتدي انا اعلم برضو لنفسي نفس العلامة بالطريقة دي. وبعد كده بقى هبتدي انا اجيب المقص بتاعي، وكل اللي هنعمله في الجزء ده هبتدي انا افتح فتحة بسيطة جدا ومش عايزاها تكون كبيرة، وهروح الناحية التانية برضو بنفس الطريقة وهبتدي انا افتح طبعا نفس الفتحة اللي احنا عملناها قبل كده. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا انزلي كده حط لايك جميل زيك، وكمان اكتبي لي برضو كده رايك في الفيديوهات اللي انا بعملها معاكم. تشجيعكم ليا طبعا بيساعدني ان انا استمر وكمان برضو اقدم فيديوهات كتيرة واكتر من كده. عندي بقى هنا كده شريط ستان او حتى كمان اي شريط متوفر مفيش مشكله خالص. هبتدي ان انا اجيبه كل بس اللي احنا هنعمله هبتدي ادخله طبعا بالشكل ده. بس هنا الشريط اللي معايا انا حاسس انه هيكون صغير، فطبعا هبتدي ان انا اغير خالص الشريط ده واكبره شويه لاني محتاجه ان طبعا يكون الشريط بتاعي يعمل فيونكه. فزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي انا اكبر الشريط بتاعي شويه، وعلشان يدخل بقى بمنتهى السهوله فهبتدي كده ان انا ادخله بالقلم عشان طبعا يكون سهل عليا ان انا ادخله بالطريقه دي. كل بقى اللي انا هعمله في الجزء ده ان انا هبتدي بس ان انا اعمل كده عقده بسيطه جدا او ربطه بسيطه جدا، وبعد كده ممكن جدا بقى ان انا اعمل فيونكه بمنتهى السهوله. هسيب هنا بقى الجزئين دول كده نازلين ناحيه تحت، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب جزء تاني وهبتدي بقى ان انا اعمل منه الفيونكه فوق علشان تكون شكلها احلى واحلى، وكمان برضو تكون نفس المقاس اللي انا محتاجه طبعا ان انا اوصل له. زي ما احنا شايفين هبتدي بقى ان انا اعملها كده فيونكه بسيطه جدا، واكيد طبعا كلنا بنعرف نعملها ولها طرق كتيره جدا، واكيد طبعا كلها عملناها مع بعض. دي فيونكة كده منفصلة هبتدي بس ان انا اثبتها كده الاول، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اروح طبعا على الجزء التاني وهبتدي ان انا اثبتهم في بعض، وبعد كده هثبت طبعا الجزئين دول في الاجزاء التانية. زي ما احنا شايفين ده هيكون شكلها، وحسيت طبعا الجزء ده هيكون كبير فهبتدي بس ان انا اعمل كده تانية بسيطة، وبعد كده هبتدي ان انا ارسم الشكل ده بالمقص. هيديني شكل حلو قوي.
اللي احنا بقى عملناه الناحية دي هبتدي برضه نعمله الناحية التانية، بس هنا بقى هبتدي برضه ان انا اثبت كده وردة كانت برضه عندي هتديني شكل حلو قوي زي ما احنا شايفين. وبعد كده هروح برضه الناحية التانية وهبتدي ان انا اعمل برضه اللي احنا عملناه زي ما قلنا، وده هيكون شكلها. تحت هنا ممكن جدا بقى ان انا برضه اثبت وردة كده علشان تديها شكل احلى واحلى. وحبيت كمان برضه هنا ان انا استخدم اللولي، فطبعا هينطال الدنيا اكتر واكتر. أي إضافة باضيفها ممكن جدًا نستغنى عنها، وممكن طبعًا نزوّد أو نقلل ما فيش مشكلة خالص. هنا حبيت كده أنا أحط لولي علشان يظهر لي الشكل أكتر وأكتر، وبعد كده هاشيل الزيادات اللي عندنا، ومن فوق برضه هابتدي إن أنا أثبت نفس اللون اللي إحنا ثبتناه تحت. الموضوع سهل جدًا جدًا ما فيهوش أي صعوبة خالص، أهم حاجة تكون الفكرة قدامنا أو طبعًا تنفيذها هيكون شايفينه عشان بعد كده ننفذها بمنتهى السهولة. بعد كده هابتدي بقى إن أنا أجيب أي حبل كده عندي أو حتى كمان شريط، وهابتدي بقى إن أنا أثبت طبعًا الحبل ده ناحية فوق، وممكن طبعًا نحط هنا لولي بالشكل ده. ثبت هنا الحبل زي ما إحنا شايفين مع بعض، وكمان حطيت كده سكotch ناحية جوه. حبيت برضه إن أنا أوريه لكم علشان طبعًا لو كان الجزء الأولاني كده ما شفناهوش مع بعض، فهابتدي إن أنا أثبته بالطريقة دي. باستخدم بقى السكotch ده لإن استعماله بيكون حلو جدًا، وكمان برضه تركيبه بيكون سهل أوي. تعالوا بقى دلوقتي كده نشوف شكلها هيكون عامل ازاي. ده هيكون شكلها حلو جدا وكمان بسيطة قوي، محدش برضو خالص هيصدق ان احنا عملناها بايدينا. ودي كانت افكار النهارده، اتمنى فعلا تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو انتم النهارده اول مره بشوفوني، واستنوا ان شاء الله فيديو جديد. واسيبكم في حفظ الله وامنه.